منذ أن فاز المغرب بشرف تنظيم كأس العالم 2030 أصبح هدفا لحملة إعلامية شرسة تقودها بعض الصحف الجزائرية الموالية للنظام، والتي لا تزال عيونها مفتوحة على كل خطوة يخطوها هذا البلد الجار. لكن ما يثير السخرية هو أن هذه الحملات الإعلامية تأتي في وقت يحقق فيه المغرب نجاحات ملموسة على صعيد البنية التحتية والتنمية الرياضية، بينما الجزائر لا تزال تغرق في أزماتها الاقتصادية والاجتماعية. لكن بدلا من الإقرار بهذا الواقع، اختار الإعلام الجزائري أن يشوه صورة المغرب ويغذي مشاعر الحقد والكراهية. بعد فوز المغرب بتنظيم كأس إفريقيا 2025 انطلقت الحملة الإعلامية الجزائرية بهدف واضح: التشويش على إنجازات المملكة ومحاولة زرع الشكوك حول قدرتها على إتمام المشاريع الرياضية الضخمة. الصحف الجزائرية وعلى رأسها الشروق التي تدور في فلك النظام لم تتوقف عن نشر الأكاذيب حول صعوبات يواجهها المغرب في تجهيز ملاعبه. هذه المزاعم لا تستند إلى حقائق واقعية، بل هي مجرد محاولات يائسة لضرب سمعة المملكة. لكن الواقع مختلف تماما، فالمغرب حصل على تقييم عال في ملف كأس العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ يمتلك بنية تحتية رياضية من بين الأفضل في العالم. كما أن استعداداته لاستضافة كأس إفريقيا 2025 في أعلى مراحلها، والشهادة الدولية تشهد بذلك. فالمغرب الذي أثبت قدرته على النجاح في مجالات متعددة أصبح اليوم نموذجا يحتذى به على الساحة الدولية، بينما الجزائر التي تتخبط في مشكلة اقتصادية خانقة لا تستطيع تحمل هذا الفارق الواضح بين الدولتين. النظام الجزائري يخشى تأثير هذا النجاح على شعبه الذي قد يرى الفوارق بين الوضعين ويشعر بالقلق من تدهور أوضاعه الداخلية. لكن الهجوم على المغرب لم يقتصر على الإعلام الجزائري، بل جاء من وسائل إعلام إسبانية أيضا. فبينما كان المغرب يشترك مع إسبانيا والبرتغال في ملف تنظيم كأس العالم 2030، سعت بعض الصحف الإسبانية إلى نشر تقارير تروج لإشاعات حول استبعاد مدينة فاس من الاستضافة بحجة عدم الجاهزية. مرة أخرى كانت هذه التقارير التي أثيرت في برنامج اللارغيرو على إذاعة كادينا سير مجرد محاولات بائسة للتشكيك في قدرة المغرب على تنظيم هذا الحدث الضخم. الحملات الإعلامية ضد المغرب التي تشنها بعض الصحف الجزائرية وبعض وسائل الإعلام الإسبانية تعكس حالة من الخوف والعجز عن مواجهة واقع جديد. فالمغرب الذي يحقق نجاحات كبيرة على مستوى البنية التحتية والتنمية الرياضية يثبت كل يوم أنه قادر على إتمام هذه المشاريع الضخمة، وأنه سيظل قادرا على تنظيم أكبر الأحداث العالمية. تلك الهجمات مهما كانت قوتها لن تؤثر في عزيمة المغرب، فشعبه قادر على الوقوف في وجه أي محاولة لتشويه صورة بلاده، وسيسعى بكل قوة ليجعل من كأس العالم 2030 حدثا تاريخيا. وفي النهاية النجاح لا يأتي من التشويه، بل من العمل الجاد والالتزام، وهذا ما يفعله المغرب اليوم.